بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد فك القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وبها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا وعن والدينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مما سمعناه في بردة المديح: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل على خير الورى. هذا واحد الصحيح المنشدين يصحوا: يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا، هم سادوا به، هو نذكر اسمه مجردا. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله. من السيد الأول؟ اسمه رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرجو أن يصححوا هذا: يا رب صل على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. غير موجودين المنشدون في الطعام والشراب، ولكن يبلغون. وصلت يا سيدي، وصلت. وقضية السيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرنا اسمه نقول اللهم صل على سيدنا. وأنصحكم هنا بقراءة كتاب تشنيف الآذان باستحباب السيادة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة والإقامة والأذان. وهذا كتاب لسيدي أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله، عنوانه تشنيف الآذان باستحباب السيادة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان. نقطة أخرى: نحن هنا أيها الإخوة والأخوات نحتفل بمن؟ وبمناسبة ماذا؟ نحتفل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال: هل تحتفلون؟ والجواب: نعم، نحتفل كل سنة وكل شهر وكل أسبوع وكل يوم وكل ساعة، بل وكل لحظة، لأنه المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقولهم لحظة، مش يتذكروه مرة في العام، لا، فما نكونوش كما قال هذاك الشاعر الإنصاري سليم الخوري، شاعر لبناني، قال: أيها المسلمون، أنتم تذكرون محمدا ليلة في العام وتنسونه العام الكامل. خطأ. لو ذكرتم محمدا واتبعتم طريقته لكان كل واحد منكم محمدا يمشي على الأرض. وهذا كلام شاعر نصراني سليم الخوري، شاعر لبناني، وقال هذه الكلمة هذه في حفل مولد في سان باولو في البرازيل، لما دعاه المسلمون إلى إلقاء كلمة وعمل قصيدة
قصيدة رائعة ترجعونها في هذا العنوان، الشاعر القروي. تكتب الشاعر القروي وهذه يطلع معك قصائده، ومنها قصيدته في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال: لماذا نحتفل ونحتفي ونفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأننا بتوفيق الله وبفضل الله نحبه، والمحب لا يسأل لماذا تحتفل بمحبوبك. لماذا نحبه؟ يجي السؤال: لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للآيات والأحاديث والآثار. أما الآيات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أما الأحاديث فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومملأ قلوبنا بمحبته عليه الصلاة والسلام. وإذا سألني أو سألك أو سألنا سائل: لماذا تحبونه؟ الجواب سهل. الإنسان يحب إما لكمال خلقه أو لكمال خلقه. يعني الخلق خلق جميل بلغ النهاية في الجمال، وهذا تعرض له إلياس في الشمائل، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا قرأ الشمائل يكون كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبناؤنا وشبابنا لا نتهم الجميع، ولكن الغالب لا يعرفون عن هذه الشمائل إلا القليل أو لا يعرفون شيئا. إما لكمال الخلق، وقد بلغ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال فيه صاحب البردة: فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وقال فيه: فاق النبيين في خلق وفي خلق. في خلق يعني خلق جسدي جسمي ذاتي الظاهري، وفي خلق. والإنسان يحب ويقدر إما لكمال خلقه أو لكمال خلقه. خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع في البشر كلهم من الأخلاق الفاضلة فاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث أو لنتحدث عن أي خلق فاضل توجد الرسول عليه الصلاة والسلام فاق الناس فيه، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين، فما بالكم بغيره النبيين. وكما قلت في خطبة الجمعة ما قبل الماضية كانت في فرنسا: إذا كان الإنسان يحب لشجاعته أو لفصاحته أو لإحسانه أو لكرمه أو لحلمه أو من الأخلاق الفاضلة، إذا إنسان منا من هذا الحاضرين والغائبين وصل لواحد الدرجة في الكرم، الناس كلهم فلان كريم فلان كريم فلان كريم يحبوه. إذا كان شجاع فلان شجاع. إذا كان فصيح كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ما تفرق في المخلوقات أجمعين، بحيث يمكن لك تتحدى أن يأتيك الناس بإنسان على وجه الأرض اجتمع فيه عشر ما اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالخلق استدلت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها على أن الله لا يخزيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت بأنك
وتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة، استدلت بأن الله لا يخزيه أبدا بأخلاقه. وتعلمون وتعلمنا أن أعلم إنسان بالإنسان هو زوجته، هذه أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. حتى لا أطيل، لأن عندنا موعد آخر في مكان آخر وأستسمحكم، حتى لا أطيل أقول: إذا كان الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبا، وممكن تقرأوا هذه النشرة إن شاء الله، المثل العليا في الحب للجناب المحمدي، المثل العليا في الحب للجناب المحمدي، بقلم بكري رجب الحلبي رحمه الله تعالى. المثل العليا في الحب للجناب المحمدي. ذكر المؤلف جزاه الله تعالى خيرا أمثلة كثيرة في حب الصحابة والتابعين والمؤمنين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الحب مطلوبا من كل الناس، فالذي أعطى فيه المثل الأعلى، الذي أعطى فيه المثل الأعلى هم أحبة الله، أولياء الله، من الناس الذين بقلوبهم بأبدانهم بسلوكهم يبرهنون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بدون مباربة من السادات الصوفية رحم الله عز وجل الأموات منهم ورضي عنهم وبارك الله في الأحياء. وتعلمون أنه من ثوابتنا نحن في المغرب، من ثوابتنا العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الجنيدي، التصوف السني، التصوف الجنيدي. وهذا تصوف طبعا الدقيق الذي لا ينكره أحد، نحن لا ننكر ولكن نشرح. وإذا سألتم أو سأل بعضكم عن هذه الكلمة التي ينكرها بعض الناس ما معناها، الجواب من طرف بعض العلماء يقول: من هو الصوفي؟ من هو الصوفي؟ قال: هو الذي يلبس الصوف على الصفا، يلبس الصوف على الصفاء، على الصفا، ويتبع سبيل المصطفى، يتبع سبيل المصطفى. لبس الصوف ما تبعش سبيل المصطفى، هذا ماشي صوف. ويتبع سبيل المصطفى، وكانت الدنيا منه على قفا، الدنيا يعملها مور ظهره، وكانت الدنيا منه على قفا. إذا كان حارس على الدنيا هذا ليس صوفيا. والصوفي كما قال مشايخنا وعلماؤنا مشتق من الصاد والواو والفاء. صوفي، الصاد صفاء، والواو وفاء، والفاء فناء. فهذه الصفات نحن لا يليق بنا فقط أن ننتسب هكذا، وإنما ننتسب ونتحقق، نسأل الله أن يحققنا بهذه الصفات الجميلة. التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. فشبابنا الآن والحمد لله يميلون إلى هذه الطريقة الجميلة التطهيرية، طريقة التنقية والتزكية إلى آخره، ولكن يغيب عنهم التحقق بأخلاق أهل الله وبأخلاق الصالحين من عباد الله عز وجل. لا تقل لي بأنك أنت تنكر على الصوفية وعلى التصوف، أبدا. مشايخنا كلهم أهل ذكر وأهل تصوف وأهل علم. والتصوف الزروقي هو أهم تصوف على وجه الأرض، يعني الشيخ حمد الزروقي إذا تسمعون عنه، الذي هو
محتسب الفقهاء ومحتسب الصوفية رحمه الله تعالى وبارك في من يتبعه. فتقرؤون له قواعد التصوف، وتقرؤون له النصيحة الكافية، وتقرؤون له عدة المريد الصادق، يعني كتب كلها في التربية والتزكية والتطهير والتنقية. الله يجعلنا وإياكم من الأتقياء الأطهار. إخواني وأخواتي، جئنا لنشارك الجامعة والقائمين عليها في هذا الحفل، نشكرهم على تنظيم هذا الحفل وعلى الدعوة التي وجهوها إلى هذا الجمهور الغفير المبارك. نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في محبته وتحت لواء حبيبه عليه الصلاة والسلام. وكما نشكرهم على قبول دعوتنا نحن لعقد مؤتمر سنعقده يوم 22 من هذا الشهر إن شاء الله عز وجل في موضوع المواقيت، موضوع أوقات الصلاة التي نعمل فيها ونخطط فيها خط عشواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا وإياكم، ونبارك لكم مرة أخرى هذا الحفل ولكل القائمين عليه ونشكرهم على ذلك. وأستسمحكم إن أطلت عليكم. بارك الله فيكم وتقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.